مالي؟ لا انا كويس، بس هي القصه ان انت ما بتشوفش غير الضحكه، منتظر دايما ان انا اضحك، بس مش شايف ورا الضحكه ايه. مش شايف ان انا دايما بحاول ان انا ابتسم واحاول ان انا اضحك، بس من ورايا حاجات كتيره قوي. وطول الوقت حاسس ان انا بحارب نفسي وبحارب الظروف، بحارب كل حاجه. بس في نهايه المطاف لازم ارجع واضحك. ما هو انا لو بطلت اضحك في ناس كتيره جدا مش هتعرف تكمل. وخلي بالك الكلمه دي انا من صغري فاكرها، الراجل لازم يبقى جامد. ممكن اكون بعيط من جوايا بس انت مش شايف، ممكن اكون تعبان وانت مش حاسس بيا، او محدش شايفني اصلا ومحدش عارف انا فيا ايه. كل اللي انت شايفه ان انا بضحك، بس الصراحه ضحكتي وراها حاجات كتيره قوي. مفيش اي حد يفهم ده، وهو ممكن يكون شخص او اتنين هما اللي شايفين وحاسين، انما الكل عايزك تضحك على طول. كل بيقول لك مالك يا عم، انت فيك ايه؟ ياه، انا فيا كتير قوي. اصل الفتره اللي فاتت دي انا مريت بظروف صعبه قوي، ظروف خلتني ان انا ساكت. انا مش عايز اتكلم ومش عايز اتعامل مع حد. اه والله زي ما بقول لك كده، انا كده تمام، مش عايز اي حاجه، ومش عايز اسمع كلمه يا عم فكك، ولا عايز نصيحه من حد. مش طالب اي حاجه من اي حد، طالب حاجه واحده بس، ان اكون لوحدي. عارف الكلمه اللي انت هتقولها لي، انما ياكل الذئب من الغنم الشارده القاصيه. ما انا عايز الذئب ياكلني اصلا. ضغوط الحياه بتفرمني وبس. هتقولي ما كل الناس مضغوطه، بس انا خلاص تعبت. حاسس ان انا ماشي وعلى كتفي جبل. في وسط اللي انا بقول الكلام ده بفتكر ان ربنا كبير. بحس ان انا لو قعدت فعلا وكلمته وسجدت سجده وعيطت، حاسس ان هو هيكلمني وهيخفف عليا. محدش بيحس بحد فعلا، هو ربنا اللي بيحس بينا. بس لما الدنيا تسود قوي في وشك وتحس ان خلاص الدنيا باظت ومفيش امل، ممكن تفكر انك تنتحر. وكلنا بجد عشنا الموقف ده، وكلنا مرينا بالموقف ده. صدقني حلك الوحيد انك تروح له وتسجد وعيط وطلع اللي في قلبك له. هو الوحيد اللي هيحس بيك، هو اللي خلقك، هو اللي عارفك. وصدقني بعدها هيكون الفرج قريب جدا. فإن مع العسر يسر. يعني كل ما تضيق قوي بيك وتصبر، ربنا هيبعت لك الفرج على طول. اياك تيأس من رحمة ربنا، وسيبك من الناس وروح له واحكي له، عيط معاه.